طب انا دلوقتي حسبت سعراتي وبرضه مش عارف اعمل فورمه. تفتكروا ايه الحل؟ الموضوع مش في حسبة السعرات بس، تعالوا اعلمكم ازاي تقسموها صح. نقول ان انا حسبت سعراتي وطلعت محتاج 2000 سعرة في اليوم. دلوقتي احنا محتاجين ان احنا ندخل من السعرات دي 40% بروتين، 40% كربوهيدرات، و20% دهون. طبعا هتسالوني دلوقتي ازاي نعمل الحسبة دي. الموضوع بسيط، كل جرام كربوهيدرات فيه 4 سعرات، كل جرام بروتين فيه برضه 4 سعرات، وكل جرام دهون فيه 9 سعرات. فاحنا دلوقتي قلنا ان احنا محتاجين ندخل 40% كربوهيدرات. هنضرب السعرات اللي احنا المفروض بندخلها في اليوم في ال 40%، وقلنا مثلا ان هي ال 2000، هنضرب ال 2000 في ال 40% هتدينا 800. فاحنا كده المفروض ندخل 800 سعره من الكربوهيدرات. نفس الكلام هنعمله مع البروتين، هنضرب ال 2000 سعره في ال 40% هتدينا 800 سعره. فاحنا كده محتاجين ندخل 800 سعره بس من البروتين. وبرده نعمل كده مع الدهون، هنضرب ال 2000 سعره في ال 20% هتدينا 400. فاحنا المفروض هندخل 400 سعره بس من الدهون. وكده احنا هنبقى عرفنا ازاي نقسم سعراتنا صح عشان نعمل الفورم. واخر حاجه طبعا ما تنسوش ان التفاصيل بتفرق.